إن الكلام جميعه متعسر، إن تمنحيه الطلق نثبت مولده. فلقد رأيتك في العبارة قائمة، ولقد لمحتك في القصيدة ساجدة. لغة تغالب قيصرا في ضعفها، وتشق قلب الشعر، تفتح موصده يرقى لينجب في السماء بناته، وتقيم كعبتها فيعرف مسجده. نهفو لقافية تؤم رجالها، لا تعجبوا إن القصيدة سيدة. هذا هو الشاعر محمود حسن، ارتأينا أن نقدمه كما رغب هو في تقديم بعض القصائد من ديوانه التسبيح بالجسد. هو شاعر بالفصحى العامية وباللغة العربية الفصحى والعامية أيضا، وهو أيضا نائب رئيس رابطة إبداع العالم العربي والمهجر التي تم تأسيسها في باريس من عام ونصف، وكان هدفها جمع عدد أكبر من المبدعين والشعراء من العالم العربي. هو ضيفنا اليوم طبعا علشان نناقش مع حضراتكم ديوانه التسبيح بالجسد. التسبيح بالجسد عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من القصائد وعامية ما بين سياسة وثقافة وأيضا شؤون اجتماعية، أو بمعنى أصح قضايا اجتماعية. التسبيح بالجسد يغمس ما بين هو صوفي وواقعي وما بين هو جسدي وروحي. أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمود. أهلا بك. الديوان صدر في أغسطس من عام 2011، أي بعد شهور قليلة من الثورة المصرية، وأنتم أيضا كنتم حاضرون في احتفالية خاصة باليونسكو بعد مرور عام بالثورة المصرية. فكيف رأيت هذا الحفل؟ وطبعا خاصة أنه عدد كبير من الجاليات المصرية احتفلوا بمرور عام على الثورة. أنا شخصيا شاركت في احتفالية للجالية المصرية في شمال إيطاليا، وما كتبوش ذكرى ولا كتبوا مرور عام على نجاح الثورة، ما كتبوش أي شيء غير ذكرى مرور عام على الثورة المصرية، أو كتبوا احتفالا بمرور عام على الثورة. كيف رأيت هذا الاحتفال في منظمة اليونسكو؟ أولا احتفال السفارة المصرية في اليونسكو بذكرى 25 يناير لم يكن احتفال للجالية المصرية فقط. أنت تحب كلمة ذكرى؟ والله يعني ليس موضوعنا. في أهم من الكلمة. كان المشاركون من جميع الدول العربية، كان في المغرب، كان في تونس، كان في الجزائر، كان في السعودية، كان في الجالية المصرية. المهم أن هناك حدثا ما رتبت له السفارة المصرية باقتدار وبنجاح. حينما وصلنا إلى مقر اليونسكو كانت الجالية المصرية وبعض الجاليات العربية تردد بعض الهتافات، بعض المطالب في شكل جميل ومتحضر، يحملون أعلام مصر والأعلام العربية. وحينما دخلنا إلى المسرح الكبير في قاعة اليونسكو بباريس، وسط هذا التجمع العربي والأوروبي الكبير، وسط الحضور الرسمي والدبلوماسي المصري الرائع، وجدنا شيئا مبهرا. وجدنا فرقة يقودها دكتور انتصار عبد الفتاح. هذه الفرقة أدهشت العالم. فرقة عبارة عن كورال كنسي وفرقة إنشاد ديني، كورال كنسي مسيحي، فرقة إنشاد ديني إسلامي، فرقة من ماليزيا، فرقة أوبرالية تضم أوبراليين من إيطاليا وفرنسا. تجدين حليمة هانم شيئا رائعا، الأذان ينطلق، المدائح النبوية تنطلق، الكورال الكنسي ينطلق، عظيمة يا مصر تنطلق. كان شيئا رائعا ومبهرا. توقف الحفل بعض اللحظات، ترديدات، بعض المصريين يطالبون بأشياء، العرب يطالبون بأشياء. وحينما أنا وجدت هذا الزخم وهذا الإبهار، وقفت في قاعة اليونسكو وقلت بيتين من الشعر. قلت: تدعو الكنائس كل بولس عابد، وبلال أذن، فالجميع تناغموا، أوليست الزهراء أم جميعنا، أولا نردد ستنا يا مريم. صحيح. الله في مصر تضم عيونها
قطبي بنيها والرموش حوالمه. كان الاحتفال رائع، كان الحضور رائع. دكتور نادية زخاري سفير مصر بفرنسا، الملحق العسكري، استاذ حسام نصار مسؤول العلاقات الخارجيه، دكتوره امل الصبان الملحق الثقافي، دكتور وفاء الشربيني، دكتور محمود اسماعيل. كان شيء يشعرك وانت مصريه بالفخر في هذا المكان. جميل. لكن انا قصدت كمان من ورا سؤالي استشعر كمان المطالب اللي بيطالبوا بيها المصريين خارج مصر. نعم. هل هي نفس مطالب المصريين داخل مصر ولا المصريين في الخارج منفصلين عن حال مصر؟ والله المصريون هنا مصريون وهناك مصريون، والمطالب واحده، ولكن الكل وطني. هذا يطلب يمين، هذا يطلب يسار، هذا يطلب وسط، ولكن الكل يجمع على ان مصر هذه فوق رؤوس الجميع. هل استشعرت ان هم شاعرين ان الثوره في طريقها الصحيح، ام الثوره خرجت عن مسارها صحيح، ام سرقت الثوره كما يردد البعض، ام تحققت الثوره؟ يعني شعرت لا يستشعرون ان الثوره نجحت ولا خرجت عن مسارها الصحيح ولا سرقت. هم يطالبون باشياء وفعاليات كي تتم الثوره ما أقيمت أو ما قامت من أجله. هناك مطالب أخرى، يعني مطالب استعجال الدستور، رئيس الجمهورية، الشهداء، الإصلاح، الهيكلة وإلى آخره. كل ما يقال هنا يقال هناك. جميل. حتى نفس العبارات ونفس الأناشيد ما تقال هنا يقال هناك. خلينا نروح لديوان حضرتك الأخير. طبعا بأهنئك بيه، لو أنه تهنئة متأخرة لأنه صادر في أغسطس، ولكن على أي حال يبقى ابنك الأخير في نعم. في إنتاجك الشعري. صدقت. التسبيح بالجسد، يعني لماذا اخترت هذه القصيدة وهي باللغة العربية الفصحى بينما يضم الديوان قصائد بالعامية أيضا؟ لا، هو الديوان ليست به قصائد بالعامية نهائيا. قد تكون هناك بعض العناوين التي تجمع ما بين العامية والفصحى. أوكي. التسبيح بالجسد أرد من قصيدة قصيدة التسبيح بالجسد. اتفضل. إلا تحمل نفسي أن تفارقني، وكيف إذ لست من يسعى لملتحدي. يا أيها النفس المرتج في رئتي، يا أيها الوتر المفتول من عضدي، يا زهرة الياسمين المر في شجر يأبى سوى أن يرى في المنظر الأبدي، يا خيمة وقفت في الريح ما وقعت، حتى نما العود أعلى منتهى الوتد. لا تتركي شاعرا في العمر قد كتب بيتا تقولينه التسبيح بالجسد. رائع. طبعا الجسد في الادب الصوفي وفي الصوفيه بشكل عام يعني قيمه وشيء يحترم جدا، لانه طبعا من خلال الاذكار والتسابيح الصوفيه الجسد بيتسامى ويصل الى مراحل روحيه عاليه جدا. نعم. ولكنك في الديوان ايضا مزجت ما بين هو روحي وواقعي. نعم. فكيف؟ نعم. الشاعر يعيش في عالم، هذا العالم متغير يعصف به يمينا ويسارا، اجتماعيا اقتصاديا سياسيا، والشاعر لابد أن يعايش هذه المتغيرات كلها. الشاعر لا يستطيع أن يفصل نفسه عن واقعه، وهو إذا تأثر بشيء كتب فيه. من هنا تأتي المفارقات أو التنوع الإبداعي في هذا الديوان أو في غيره عند جميع المبدعين. يعني عايزين طبعا نستمع أكثر مما نتكلم، عايزين نسمع شعر، فحضرتك تنتقلنا إيه من الديوان؟ والله ما دمت عرجت بنا إلى الروح والصوفية. الماء والسرر المرفوعة العمد، والظل والولد الأرقى من الولد، والحور في داره جاءت على عجل بكرا طيوبا وما جارت على أحد. اخلع نعالك إن الأرض باكية، عامت على الدمع أو دارت بلا وتد، وانفذ إلى رحم الأنوار منتزعا ثوب الرضيع لتمحو شقوة الجسد، واشرب
فحبلك مغسول ومتصل، وامنح سواك وخذ ما شئت من مددي، نور ولا طين صلصال ولا علقة أو مضغة أو عظام، خلق مقتصدي. أقسمت ما دق قلبي تحت راحته، إلا وذابت خلايا السم من كبدي، إني لمدركها إذ ليس تسبقني، هي الغزال وعندي وثبة الأسد. جميل. أيضا في هذا الديوان يعني مزجت ما بين السياسة والاقتصاد والشأن الاجتماعي، فإذا ما اخترت شيء يدلنا على هذا الاهتمام بما هو سياسي، تختار أي من القصائد؟ أختار يعني ممكن أختار قصيدة عكاز فاطمة. عكاز فاطمة. اتفضل. هذا حصانك، جزء من قصيدة. هذا حصانك لما شج جمجمتي، اغرورقت عين أرض ماؤها جمد. هذا الفتى فارس يحمي أجنتنا، هذا فتى عادل مستنفر أسد. ردي جواهرك الألماس، ردي جواهرك الألماس، راضية أنا مدين لحلم كان يبتعد. ردي الهبات وردي كل مغنمة، ردي القصور وعطرا قومه زهدوا. قالت رويدك قد ألقت ضمائرنا زيف الحياة، فكان الثلج والبرد. كل النعيم قرابين أقدمها، فاحذر جنودك يا طالوت قد وردوا. جرحي المدمم والمسموم يعتبني، لم يكفنوا جسدي عمدا وما لحدوا. رأيتهم كشفوا عن خدر فاطمة، لم يؤوها نسب أو جاءها مدد. أخفي جراحي فلا نيتي عبث، ولست رابعهم لم يرتجف أحد. غصبا ظلمنا نفوسا غير مذنبة، إنا وإياك يا أيوب نتحد. قد مسنا ضر سالوم وفتنتها تجري لتسبقنا، والأهل ما شهدوا. رائع الربط ما بين هذه الشخصيات المختلفة والمتباعدة كمان زمنيا وتاريخيا. طويلة بس وهي طبعا طويلة، لكن عايز أسألك ليه اخترت الجزء ده تحديدا، وإيه اللي كنت تقصده بين الربط بين بداية من فاطمة وقبلها أيوب وسالومي، هذا التنويع على هذه الشخوص والله وربطه بالشأن السياسي؟ ربما حينما تتوه النفس ما بين السياسة والذات والاقتصاد واللخبطة اللي حصلة دي، ربما يستدعي الإنسان أو تستدعي ذاكرته شخصيات وأحداثا تاريخية كثيرة. هناك تشويش. لكن برأيك هو تشويش صحي ولا تشويش مرضي؟ الله صحي. المرضي هو السبات، السبات الدوغماتيكي زي ما بيسموه. نعم. فيلسوفنا الكبير مراد وهب. نعم. هنا من بين القصائد أيضا قصيدة عن أمشير، ونحن في 23 من أمشير طبعا بتقلباته المناخية المعهودة. ذكرتيني وتقلباته أيضا اللي بتمر بيها مصر، التقلبات السياسية نعم غير المعهودة. نعم. أمشير جزء أيضا من القصيدة. أمشير قد نكش القصائد مستعينا بالرياح الصفر حقدا. سقراط، هذا داعي الفلاسفة. سقراط قد شرب الدواء السم، أعطى للقصيدة قبل وجدا. قد يجمع الأمشير سينا فوق قاف، ثوبها من خلف قدة. أبتاع قافية لنا
في عمق عينيك اللتين أظلتا جسد القصيدة كالشروق، تشهتا فيروزها في نظرة وطئت شغاف القلب، كالحزن الفلسطيني المقيم وكالجزائر حين سنبلها الجهاد على المشانق، ذهبت تعانق أو تقبل دون شواية ولا تفارق، مثل المآذن في المدينة قد توزع نورها واغرورقت عين المفارق. يا أيها القلب المعلق بالشواطئ والدروب وبالنجيمات الجميلة لا تفارق، إني عجلت إليك بيضاء يدي، لا السحر يشغلني، إني عجلت إليك بيضاء يدي، غرا رسمت حياتي المأساة أغنية على موج فلا أمسي لدي ولا غدي، لا السحر يشغلني ولا فرعون ولات التراث، إن الحقيقة من مهاد الأرض في الكون الفسيح بغربه والشرق، قصتها الهنود الحمر والشيشان والقوقاز، قصتها الجليلة أو بعاث. يا أيها الجرح اندمل، يا أيها الجرح اندمل، واشطب شعائرك الغضوبة في الجمل، اشطب ليشطب آخرون وتثمن الأرض، أم أنت يا مسكين من فرض الخطاب المر، أو فرض، أم أنت يا مسكين من رغب الخطاب المر أو فرض. جميل. يعني العجيب ان حضرتك كاتبها من 2008 نعم. في ابو ظبي، ولكنها يمكن تنطبق على الحال اللي يمكن يعيشه مصريين كتير دلوقتي، ولسه حضرتك قايل التشويش الكبير. نعم. فما بين فرعون اللي يمكن يشير الى السلطه، وما بين النسمات أمشير وانعكشته للقصائد، يمكن يجد المتلقي يعني نفحة أمل. أحييك على هذه القراءة. يعني أمل، لأنه الشاعر مهما كان غارق في أحيانا في همه وفي الكآبة، ولكن في النهاية الشاعر هو مفتاح الأمل. نعم. فمن أين لك هذا الأمل؟ والله من الحياة، ما دمت أعيش فلا بد أن يكون هناك أمل، والأمل من هذا حتى من كلماتك أنت، لا بد أن يأخذ الإنسان أمل من هذه الوجوه، من النظرة، من الحراك. الأمل يأتي من الحراك، إن شاء الله الخير قادم رغم كل هذا رغم كل شيء، الظلام المحيط يعني رغم كل شيء. ولا أرجع إلى التاريخ. التاريخ يثبت أن مصر ستظل واقفة لن تركع برضه أبدا، حتى ولن لو ركعت يستطيع المرة. أحد أن يركع مصر أبدا أبدا، لا من الداخل ولا من الخارج. جميل. الروح دي احنا طبعا يعني احنا مصدقين ده جدا ومؤمنين بيه طبعا، لكن هو احيانا لما تصدر الكلمات دي من مصدر سلطة في اوقات كتيرة جدا بيبقى عليها علامة استفهام، وبتبقى بشكل تلقائي واوتوماتيكي كده ما هياش مصدقة، لان احنا عندنا تاريخ طويل من انعدام الثقة. ولكننا لسنا مصدر سلطة. لسنا طلاب سلطة، احنا طلاب عدل وحرية، ولسنا طلابها الحمد لله. لو حبيت اطلب من حضرتك ختاما لهذه الفقرة الجميلة، وختام يبعث على الامل، تختار ايه؟ والله انا بس يعني بسرعه شديده كده تحب تشير لاسماء يعني المبدعين في رابطه ابداع العالم العربي؟ رابطه ابداع العالم العربي والمهجر، رابطه اسستها دكتوره اميره عبد العزيز في فرنسا معي ومع استاذ سوسن الشريف. لدينا مجموعه كبيره من الشعراء والمبدعين العرب، فرنسا، المانيا، كندا، امريكا، كل الدول. في بعض الاسماء اذا سمحتي لي في دقيقه واحده. اتفضل. دكتوره اميره عبد العزيز، استاذ تركي عبد الغني، استاذه هتاف صادق، فاطمه المرسي، سيد دسوقي، احمد حضراوي، حسن شهاب الدين، وليد الصراف، مهدي منصور، عقيل اللواتي، عبد الله العريمي، حسن القرني، حازم التميمي، عامر الرقيبه، احمد ابو سليم، سماح عبد الله، درويش الاسيوطي، عبد العزيز الزراعي، جيهان بركات، جاكيتي، شيخ سك موريتانيا، موسى عقيل، خالد الوغلاني، احمد الحسن، رضا عبد العزيز، فرقه الصامتين، سيد دسوقي، نايف الرشدان، منجي بن خليفه، حسن ابراهيم الحسن، سعد القبيسي، ياسر الأطرش، محمد نوار، عزة رشاد، فتوح قهوة، عصام بدر، مريم الترك، ندى نعمة البجاني، هاجر البريكي، أحمد حسن محمد، عماد علي قطري، محمد شحاتة، أسامة الرياني، محمد السويدي، عادل أمين،
وبأحيي في ختام الفقره الصالون النسائي في باريس اللي احنا اسسناه من كام يوم، السيده ليلى حجازي، ايمان هانم، ودكتور امير عبد العزيز. جميل. والسيدات يعني في الجاليه الفرنسيه. انا بشكرك لاحساسك وشعورك بالفضل ورغبتك في انك تذكر اساميها، رغم ان المشاهد طبعا مش هيتذكر ولا اسم، لكن دي قيمه وشيء جميل ويحترم ان احنا نحترم مجهود الاخرين ونعترف بيه ونذكر حتى اسمهم على سبيل الاشاره، لانه احنا قعدنا سنين طويله نتعلم ان احنا كل واحد لوحده فرد نجم ويكفي بذاته، ولكن ده غير صحيح طبعا. احنا دايما مجموعه ونتمنى دايما نكون جماعه، لان في الاتحاد قوه. الشاعر الكبير محمود حسن، اشكرك شكرا جزيلا، نائب رئيس رابطه ابداع العالم العربي والمهجر. ولو ان المهجر هنا ما بقاش زي زمان، الموطن هو اللي محتاج للشعراء وادبائه. انا بشكرك وبشكر القناه وسعيد بحضرتك. ربنا يخليك. مشاهدينا، اتمنى يكون استراحه الشعر دي يعني ساهمت في ان احنا ناخد نفسنا قليلا. بعد الفاصل نعود ونستكمل فقرات أخرى وثورته.